اهلا وسهلا بحضراتكم. يا ترى سألت نفسك قبل كده يعني ايه تأخر لغوي؟ وايه هي وسائل التواصل البديلة؟ وايه هو دور التكنولوجيا في تطوير الوسائل دي؟ وهل ليها فعلا اثر ايجابي في دعم وتنمية اللغة المنطوقة عند ابنائنا المتأخرين لغويا؟ تعالوا نشوف مع بعض اجابات الأسئلة دي سوا في لقائنا النهارده. خليكم معانا. اولا، يعني ايه تأخر لغوي؟ التأخر اللغوي مش معناه دايما ان الطفل مش ذكي، ولا يعني انه هيتكلم لما يكبر. انما ببساطه ممكن نقول ان التاخر اللغوي هو اضطراب في تطور اللغه، بيتمثل في ان الطفل بيكتسب المهارات اللغويه سواء الاستقباليه او التعبيريه بوتيره ابطا من المتوقع مقارنه بالاطفال اللي في نفس المرحله العمريه منه. سواء كان هناك اضطراب نمائي شامل بيفسر التاخير ده او لا. والتاخر اللغوي ده ممكن يشمل تاخر في فهم اللغه الاستقباليه، او تاخر في انتاج اللغه والتعبير بيها اللي هي اللغه التعبيريه، او الاثنين مع بعض. زي مثلا طفل عمره 3 سنين ولسه مش بيكون جمل، او طفل عنده توحد ومش بيستخدم كلمات للتعبير عن احتياجاته، او طفل عنده اعاقه ذهنيه وبيكرر نفس الكلمه ومش قادر يبني حوار. كل دول محتاجين تدخل ومش لازم نستنى. طب ازاي نساعدهم يتواصلوا؟ وهنا بيجي دور وسائل التواصل البديله. تعالوا نبسط المفهوم شويه. وسائل التواصل البديله مش بديل عن الكلام. وسائل التواصل البديله هي جسر بيوصل الطفل من الصمت الى التعبير، أو بتعبير تاني من العجز إلى التمكين. والوسائل دي بتتدرج من حاجات بسيطة جدا لحلول تكنولوجية متقدمة، واللي منها لوحات المصورة بتاعت بيكس اللي الطفل بيختار منها صورة بتعبر عن اللي هو عايزه، أو استخدام الإشارات اليدوية أو لغة الإشارة، وكمان الأجهزة الناطقة اللي الطفل فيها بيضغط على أي زرار أو رمز والجهاز بينطق الجملة، أو التطبيقات الذكية اللي ممكن تكون موجودة معانا على التابلت أو الموبايل. وفي بعض الحالات التواصل بالنظر باستخدام أجهزة الاي تراكنج للأطفال اللي مش قادرين على الحركة. طب التكنولوجيا هنا بتلعب دورها ازاي؟ دلوقتي بقى في طفرة حقيقية في مجال تكنولوجيا وسائل التواصل البديلة، زي تطبيقات الإلكترونية الناطقة واللي بتشتغل بلغات مختلفة وبتتطور مع الطفل خطوة بخطوة. أدوات بتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل استخدام الطفل واقتراح كلمات وجمل جديدة عليه. أو بعض الأنظمة كمان بقت بتتوافق مع المدارس وتستخدم في الفصول لدعم التعليم التفاعلي. حتى في ألعاب تفاعلية بتشجع الطفل إنه يستخدم الرموز والجمل وهو بيلعب وبيتسلى. والأجمل إن معظم الأدوات دي قابلة للتخصيص حسب قدرات الطفل، يعني كل طفل هيلاقي وسيلته الخاصة. طب إيه الأثر اللي شفناه فعلا من استخدام وسائل التواصل البديلة دي؟ الدراسات بتقول إن استخدام التطبيقات الإلكترونية ممكن يحفز التطور اللغوي عند الأطفال في مراحل متعددة. ومن أبرز التأثيرات الفعالة للتطبيقات دي على تطور اللغة الآتي: تحسين المفردات، إنه بيبدأ الطفل في استخدام المزيد من الكلمات المرتبطة بالأنشطة اليومية. تطوير جمل بسيطة، مع الوقت بيبدأ الطفل في ربط الكلمات في جمل مما يعزز قدرته على التعبير. كمان تحسين التفاعل الاجتماعي من خلال التواصل باستخدام الصور أو الرموز أو الكلمات المنطوقة، وهنا بيبدأ الطفل في الانخراط بشكل أكبر مع محيطه. طيب نبدأ منين؟ ابدأ أولا بأنك تشوف مستوى الطفل. هل بيفهم الكلام؟ هل بيحاول بيعبر بالإشارة أو الصوت؟ هل عنده سلوكيات ناتجة عن الإحباط نتيجة عدم التواصل؟ ومن هنا نقدر نختار الوسيلة المناسبة بالتعاون مع أخصائي التخاطب أو أخصائي التربية الخاصة اللي بيشتغل مع ابنك. المفتاح هنا هو الاستمرارية والتكرار. الطفل مش هيستخدم الوسيلة لوحده من أول مرة، لازم يشوف إن استخدامها بيفيده، وده دورنا إحنا. في النهاية التكنولوجيا مش مجرد أداة جديدة بنتعامل معاها، دي شريك مهم في تنمية قدرات أطفالنا. إذا كان عندنا الأدوات المناسبة والدعم المناسب، ده بيمكننا إن إحنا نشوف تطور ملحوظ في قدراتهم على التواصل والنمو. ودايما زي ما إحنا متفقين، خلينا عندنا يقين إن كل طفل مهما كانت حالته أو ظروفه عنده فرصة، ومحتاج بس حد يشوفه صح.
لو انت اول مره تعرف عن دور واهميه وسائل التواصل البديله والتكنولوجيه في تنميه اللغه عند ابنائنا اللي بيعانوا من التاخر اللغوي من مختلف الفئات، شارك الفيديو ده فورا وساهم ان اخصائيين واولياء امور اكتر يستفيدوا. ولو حاسس ان في طفل في حياتك ممكن يكون عانى من مشاكل في اللغه، تواصل معانا سواء من خلال صفحاتنا او ارقامنا، احنا ممكن نساعدك ونقدم لك خدمه متخصصه وندلك على الصح اينما يكون. اكتبوا لنا في الكومنتات لو عندكم اسئله او تجارب، وهنعمل فيديوهات مخصوصه نرد عليكم بيها. ختاما، ربنا يوفقنا جميعا وتلاقوا نتيجه مجهودكم نجاح مع اولادكم. تقبلوا خالص تحياتي، دكتور محمد الحناوي.